وبرئنا بعد النبي من أهل القبلة الذين هم أهل القبلة عثمان وعلي بن أبي طالب. وفضل أستاذ دي 7. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مو أنت اللي صعدت معنا هذاك اليوم؟ ليش مصعدني؟ مو أنت صعدت معنا هذاك اليوم؟ ايه من شهر تقريبا. ايه من شهر. إن شاء الله صعدت معنا صح؟ إيه. عن إيش كان؟ ليش تكذب على القضية يا اخي؟ زين أنا ليش أكذب على الإباضية؟ صح. سؤال واضح، بس سؤال واضح. الآن لما أنا المعذرة قرأت كلام السعدي في كتاب قاموس الشريعة، إيه لما قال يا رجل اسمع لما قال وبرئنا بعد النبي من أهل القبلة الذين هم أهل القبلة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعمرو بن العاص ومعاوية. أقول لك شيء، خل استخرج النص أمام الناس ونقرأ ونشوف أنا في إيش كذبت بالضبط هنا، ونشوف دقيقة بس. هذا النص أخواني الكرام، لا تقاطع، بس هذا النص أبي منك رد لو سمحت عليه. زين هذا النص أمامك، تفضل. لما قال وبرئنا بعد النبي من أهل القبلة الذين هم أهل القبلة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، فقال أبو عبد الله محمد بن محبوب نوافقهم على هذا والبراء ممن سمي، وقال أبو سعيد الكدمي نوافقهم على البراء ممن سمي على الشريطة بما سماهم من الكفر. فهذا يقول بأن علي بن أبي طالب نبرأ منه، اللي هو السعدي. طيب إيش هو حكم السعدي الذي قال هذا الكلام؟ الصورة معلقة ها؟ ذي بالصورة معلقة؟ ايوه الصورة كلها شغالة عندنا بس عنده معلقة. سبحان الله، الحين صارت معلقة عنده. اي اشتغلت زين. هذا كتاب قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، الجزء 8 الصفحة 341. وبرئنا بعد النبي من أهل القبلة الذين هم أهل القبلة عثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وجميع من رضي بحكومة الحكمين وترك حكم الله إلى حكومة عبد الملك بن مروان، إلى أن يقول نوافقهم على هذا والبراء ممن سمي على الشريطة. إيش حكم الكدمي وإيش حكم محمد بن محبوب وإيش حكم السعدي الذين قالوا هذا الأمر في علي بن أبي طالب؟ لا النقاش كان عن لا رد علي رد. هو لا الهواري وقاموس الشريعة كان في الكتابين، هذا قاموس الشريعة نفس الكتاب. تفضل. إيش حكمه لما قال في علي بن أبي طالب وبرئنا بعد النبي؟ الهواري وحاط وماشى زين. وبرئنا بعد النبي من علي بن أبي طالب، إيش حكمه؟ يقصد ما بعد علي، يعني الخوارج اللي خرجوا عليه. أي بعد، يقول برئنا بعد النبي من أهل القبلة عثمان وعلي بن أبي طالب. عثمان وعلي. لا والنقاش كان عن لا النقاش كان عن هذا. رد حبيبي رد. كان عن قاموس الشريعة وتفسير الهواري. هذا كتاب قاموس الشريعة. تفضل يا أستاذ. يلا يا إباضي. أنا الكذاب على الإباضي. يلا تفضل. يلا علي بن أبي طالب ما قال وبرئنا بعد النبي. الآن سأبين لك من كلامه هم أن الترضي موجود. يلا وبرئنا بعد النبي وبرئنا كلاوات. شفتوا صار كلام السعدي وكلام الكدمي كلاوات كما يقول هذا الأستاذ اللي صاعد معنا. شفت اخوان حتى علمائهم ما يحترمونهم. يقول لك الكدمي كلامه كلاوات، يقول بما سماهم من الكفر كلاوات. صح؟ تفضل يا استاذ. ابن تيمية يا عمي يا ابن تيمية. اي ابن تيمية. رد على كلامه لما قال برئنا بعد النبي. شفتوا ما يقدر يجاوب. ابن تيمية كذا ليش تهرب ليش من بعض الافعال. زين برئوا بعد النبي من بعض الافعال. صح؟ ايه صح برئ من علي. لا مو يعني انه برئ منا لان هم الجماعه مترفضين يا راجل. يقول وترك حكم الله. برئ اللي يترك حكم الله شنو حكمه؟ مسلم ولا مؤمن؟ مو قاعد يقصن على الصحابه. برئنا بعد النبي من أهل القبلة الذين هم أهل القبلة عثمان وعلي
وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو وأبو موسى وجميع من رضي بحكومة الحكمين. يقصد عن معاوية، يقول لك وعلي ومعاوية. نعم، يبرأ من معاوية ويبرأ من علي. شو فيها؟ اي معاوية كان باغي. ايوه معاوية كان باغي. علي بن ابي طالب كان باغي؟ لا هو يقول لك وعلي. الله لا يحطني في موقفك والله العظيم. صم بكم عمي، لا عارف يتكلم عن اي شيء. يقول ابن تيمية لا عارف يرد. يلا برئنا بعد النبي من علي بن ابي طالب. تفضل. عبد الملك بن مروان جاء من بعد. ايش دخلني في عبد الملك بن مروان؟ اكلمك عن علي بن ابي طالب. ترك الحكم عن ايوه مين ترك الحكم؟ حلو عبد الملك وكذا وعلي بن ابي طالب وعثمان وطلحه والزبير ومعاويه. تفضل. ماكو امامه. يقول ماكو. يقصد اللي ما في زمن عبد الملك. ايش دخل عبد الملك يا رجل؟ هذا يقول لك الى حكومه، يقول لك من زمن عثمان، بعدين زمن علي وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو وأبو موسى وجميع من رضي بحكومة الحكمين إلى حكومة، يعني امتداد إلى امتداد عبد الملك بن مروان. هذا كله مو سؤالي عن علي بن أبي طالب. يعني إيه الجماعة كانوا مستضعفين، ما كان. علي بن أبي طالب كان باغي صح؟ لا معاوية كان باغي. إيش دخل معاوية؟ أقول لك علي يقول برئنا من علي، برئنا من علي. لا كلاو هذا انت انت مزور الصفحه. انت مزور الصفحه. مره مزور بي دي اف، مره مزور محادثه، مره مزور صفحه، مره مزور صوره. ما تبي كنتاكي بعد؟ ما تبي كنتاكي؟ زين الان تعالي في موضوعي اللي انا كنت اكلمك عنه. الان هم ايش يدعون؟ ان انا زورت صفحه فيها ترضي في تفسير يحيى بن سلام السني. زين شوفوا اخوان الكرام، الان امام الناس وبالدليل انطيكم. حتى والله العظيم خليت ذيب، اخونا ذيب، يروح مكتبه. حتى ذاك اليوم اللي ذكر كان فاتح بث وكذا، يروح مكتبه يشتري الكتاب عشان نشوف. شوفوا اخوان الكرام، هذا كتاب. لا ذيب اشترى. ذيب انت موجود الكتاب عندك؟ ذيب انت في البيت موجود ولا انت بتقدر تفتح كاميرا مثلا؟ تامر امر، بس عطني بس نص ساعه. خيبه. طيب لك ساعه. مو مشكله. اخوان الكرام، هذا الرجل اللي هو العمري في تأليف علي بن سعيد العمري أخذ مخطوطات تفسير يحيى بن سلام في كتاب الاختصار في التفسير، دراسة نظرية لأي كتاب؟ تفسير يحيى بن سلام وابن أبي زمني. شوفوا إيش يقول: ومثل ذلك ما جاء في سورة الإسراء حيث يقول الإمام يحيى بن سلام. إيش يقول؟ إذا ممكن تقرأ لنا يا ضيف. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيوة هذا وين مكتوب رضي الله عنه ما أنفقت؟ شوف من وين. أيوة اللوحة رقم 379 من النسخة إيش؟ إيه الرقم مو عند من النسخة إيش؟ أي نسخة مو عند الرقم؟ شو أستاذ افهم هذا امتداد تكملة الرواية في الصفحة. يقول: وما أنفقت رياء وسمعة فهو لغير الله يعني شيطان. واحد، هذه الرواية وين موجودة؟ في اللوحة رقم 379 من النسخة باء من تفسير يحيى بن سلام. طيب هو في أنت قلت في بالنسخة يحيى بن سلام مو موجود الطراطيق. نعم في طبعات موجودة، في نسخ موجودة، في نسخ مو موجودة. ليش يقول لك في نسخة باء ونسخة حاء ونسخة في كتاب نسخة باء بعد؟ ليش في النسخ هذه؟ لأن في نسخ فيها موجودة، في نسخة تاء بعد موجودة من تفسير يحيى بن سلام. كارثة. ايه بس لا بيحيى بس يحيى بن سلام هو الإمام الهواري هو أضاف الطراطيق. ايش دخلنا في يحيى الهواري الحين؟ نتكلم عن هذا. مو انت دعيت ان انا زورت هذا امام الناس طلع الترضي موجود. شوف انت والله العظيم رجل محترم، فانا اقول الحوار معك انتهى الى هنا. حاب تنزل انزل عشان والله احترامك، بس انا ما بقول لك اي شيء. شكرا لك. انت تقدرين يا اخي، جزاك الله. حياك الله.
ساعة، مو ساعة، أيام. أنت كذاب وأنت ما أدري إيش، تتهمني باضي، طلع هالكلام موجود أمام. بس عشان احترامك والله نزلتك باحترام، ما بغيت أقول شيء، بعكس اللي يوميا عندي في الخاص من سب وغلط وكذا. حتى والله العظيم إخوان، قبل كم من يوم خليت أخونا ذيب الله يعطيه العافية والله راح 3-4 مكاتب، راح اشترى هذا الكتاب بس. وهذا في كتاب الاختصار في التفسير، دراسة نظرية لتفسير يحيى ابن سلام، وهذا حتى طبع قبل طبعة كتاب تفسير يحيى بن سلام الموجود اليوم، حيث أنه رجع للمخطوطات. فيقول: ومثل ذلك ما جاء في سورة الإسراء حيث يقول الإمام يحيى بن سلام: وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالترضي موجود. فنعرف من هنا مصدر الرواية. يقول في اللوحة رقم 379 من النسخة باء من تفسير يحيى بن سلام، وتحت مكتوب من النسخة حاء من تفسير يحيى بن سلام، فهذا يدل على أن الكتاب أصلا له عدة نسخ، وهذا عين قولنا كما نحن قلنا، وليست نسخة واحدة. فالحمد لله رب العالمين الذي أثبت صدق قولنا، وأننا ما نتكلم في أي مسألة إلا بالدليل. فبركوا علينا وزوروا علينا وكذبوا علينا، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يظهر الحق، بل الأغرب أنهم هم بأنفسهم اعترفوا فيما سبق بأن الترضي هذا موجود، ولكن في تحقيق واحد قديم وقد أخطأوا. الحين صاروا أخطأوا، مرة تتهمون نحن مفبركين، مرة تتهمون نحن مزورين، مرة تقولون أنهم أخطأوا. اثبتوا لكم على رأي عشان نعرف وين نقف بالضبط. وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.